أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهل للأبراج. أهلا بيك يا برج الميزان. مساء الطاقة الإيجابية عليك ومساء الفرحة والسعادة والوفرة. أهلا بيك مرة ثانية يا برج الميزان. النهاردة هنتكلم عن قراءة طاقة شهر يوليو لعام 2024. هنتكلم عن طاقة المال، هنتكلم عن طاقة الأسرة، هنتكلم عن طاقة الحبيب، هنتكلم عن طاقة العاطفة عامة. هنتكلم على أشياء كثيرة يا برج الميزان، لأن عندك أحداث سارة كتير وعندك فترة جميلة جدا. شهر يوليو يعتبر شهر المكاسب والفرص العظيمة يا برج الميزان، فهي تعتبر بالنسبة ليك طاقة تبشيرية جميلة. القراءة دي تنفع للرجال والسيدات وكمان تنفع لجميع الأعمار. فلو أول مرة تشوف القناة شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. برج الميزان مكاسب وفرص عظيمة بانتظارك، سواء على مستوى الصعيد العاطفي أو حتى على الصعيد المالي. برج الميزان عندك الفترة اللي جاية دي على مستوى الأسرة هيكون في عندك أحداث سارة وسعادة أسرية قوية. ممكن فرحة بنجاح، فرحة بزواج، فرحة بمكاسب، لأن في عندك زغاريد ووليمة فرح في البيت يا برج الميزان. وكمان أصحاب برج الميزان هو وأسرته هيكونوا في سعادة قوية في شهر يوليو. ممكن طاقة استشفاء، طاقة فرح، طاقة سعادة، طاقة نجاح هتكون داخل الأسرة، فهتحقق لكم فرحة كبيرة يا برج الميزان. كمان بالنسبة لعلاقتك الاجتماعية سواء على مستوى الأسرة أو خارجها هتكون في تحسن مستمر، ولكن احذر من بعض الأصدقاء سيئو النية اتجاهك. فخلي بالك يا برج الميزان، حاول انك تقضي حوائجك بالكتمان. بلاش التفاخر، بلاش تحكي عن المال او عن السعادة او عن الصحة او عن اي شيء يخصك يا برج الميزان، لان الحسد موجود حتى من اقرب الاقربين. فخلي بالك يا برج الميزان وحصن نفسك، والله يحرسك من شر افعالهم. برج الميزان كمان بالنسبة للعمل عندك فرص قوية جدا في العمل. في عندك صعود مالي، في عندك أبواب رزق جديدة هتفتح ليك، في عندك مشروع تجاري ممكن يكون سبب شهرة ليك يا برج الميزان. وأنا شايف البعض منكم بيبحث عن مشروع أو محل يكون مشروعه الخاص، وده علشان تحسين دخله. فيتوكل على الله ويبدأ، لأن النجاح بالفعل هيكون حليف أصحاب برج الميزان الفترة القادمة. البعض الآخر هيكون يا برج الميزان منكم عنده عمليات بيع وشراء، ممكن يشتغل في الشراء العقارات أو السيارات، فهيكون عنده أيضا مكاسب مالية قوية لأصحاب برج الميزان. برج الميزان البعض منكم أيضا احتمال يكون عنده سفر للعمل، فهو برج الميزان محظوظ في شهر يوليو. عنده مكاسب مادية، عنده وفرة مالية، عنده فرص عظيمة للعمل بانتظاره. البعض منكم زي ما قلنا هيكون عنده مشروع خاص بيه، والبعض الآخر هيكون عنده ترقية أو مسؤولية كبيرة في العمل. برج الميزان بالنسبة أيضا للعاطفة في رجوع كبير لعدد كبير من المنفصلين، لأن أصحاب برج الميزان بيمتلك في الفترة دي قوة الجذب لحل أي مشاكل أو أي حل أي خلافات. فممكن يتهاتف عليك الأصدقاء، بيتهاتف عليك حبيبك اللي هو انفصل عنك، فهيرجع تاني ويحاول يثبت لك نفسه انه اتغير يا برج الميزان. البعض الآخر كمان منكم هيكون عنده فرص للزواج، يعني هيبدأ بداية جديدة في طريق جديد. والبعض الآخر هيكون بالفعل عنده رجوع للحب الأولاني أو نقول اللي منفصل عنه. برج الميزان كمان أنا شايفك الفترة دي أنت بتحتار بين اختيارك بين شيئين مهمين، ولكن يا برج الميزان حاول علشان تطلع من هذه الحيرة أو هذا الاختيار الصعب ليك. حاول يا برج الميزان إنك تكون دارس كل خطواتك بدقة وعناية، وإنك بتستشير من يحبك ومن يتمنى لك الخير سواء من الأهل أو من الأصدقاء.
فخلي بالك يا برج الميزان، دايما ادرس خطواتك جيدا قبل الاختيار، وما توقعش في مشكلة انك تحتار في الاختيار بين الاتنين. حاول دايما فكر وركز واختار بدقة وعناية حتى لا تشعر بالندم في أي شيء. كمان أصحاب برج الميزان، أنا شايف البعض منكم بيريد أن يترك عمل ويذهب إلى عمل آخر. حاول يا برج الميزان إنك ما تتركش العمل الأولاني غير لما تتأكد إن العمل التاني اللي أنت رايح له كويس وهتكون فيه معاك يعني بداية حلوة. فحاول إنك ممكن تاخد أجازة من العمل الأولاني وتبدأ في العمل التاني لغاية ما تشوف أنت قدرتك على الثبات في العمل ده، علشان ما تكونش سبت المكان اللي انت شغال فيه وتخسره وبعد كده تخسر الوظيفة بتاعتك. فحاول انك تتأنى في دراسة الأمور كويس يا برج الميزان. صحيا أصحاب برج الميزان، بلاش التدخين، بلاش الإهمال في الصحة، ويا ريت تلعب رياضة يا برج الميزان، ده كله هيفيدك صحيا. برج الميزان، أنا مش عايز أطول عليك لأن خير الكلام ما قل ودل، ولكن إذا عجبك الفيديو شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. وللقراءات الخاصة بنعمل انتساب أو انضمام للقناة علشان يكون التواصل على طول بإذن الله طول اليوم. وإلى اللقاء.